أهلين فيكم. اليوم عملت معاكم زيتون من موسمه، واللي طلبوا مني الوصفة وعجبتهم إن شاء الله تشوفوها وكيف بطريقته بيلمع ولونه أخضر بيضله. وتابعوا الوصفة ولا تنسوا لايك واشتراك. عندي زيتون هنا بعد ما غسلته، ممكن تعملوه بهاي الطريقة، بتدقوه بأي إشي عندكم بيتفتح من الجنب هاي بهاي الطريقة، وبتحطوه بمية وملح أفضل إشي عشان ما يصير فيه سواد. بتدقوه هيك دقة لغاية ما الكعة الحبة. وممكن الطريقة التانية بتجرحوه بالسكينة بهاي الطريقة، بس أهم إشي انتم تعملوا هيك، بتحطوه بمية وملح الأفضل عشان ما يسود معاكم. بعد ما خلصت هاي الكمية شوفوا كيف بنقعهم بالمي، تقريبا مية وملح تقريبا ساعة أو ساعتين لغاية ما هيك. وبعدين بنشفهم، نحي منهم المرارة. بعدين بنشفهم بصبهم بإشي كبير، وممكن أي كمية بدكم إياها بتعملوها، كيلوين 3 4 اللي بدكم إياه. وبعدين عندي هنا اختيار لإلكم شو بدكم تحطوا معه. حطوا، أنا حطيت هنا قطعة ليمون مشكل أخضر وأصفر، وهي الطريقة من غير ما قشرته. كمان حطيت فلفل، عندي فلفل هاي مش حار، ممكن تحطوا فلفل حار، ممكن تحطوا جزر، ممكن تحطوا أي بدكم إياه. أهم إشي اللي عشان يكون لونه هيك أخضر زيتي بتحطوا رشة كركم عندكم. شفتوا هنا الكركم كتير بيغير اللون. وهنا شوية زيت زيتون عشان اللمعة كمان. راح أخلطهم هاي الطريقة، خلطوهم كويس بديكم عشان يدخل كل حبات الزيتون اللون، عشان يطلع هيك لونه أخضر وضلوا لونه أخضر ضل معاكم قد ما بدكم. خلطوهم كويس. وبعد ما تخلطوهم عندي هين الماء، بكل كاسة ماء كاسة معلقة ملح خشن كبيرة، كل كاسة ماء هنا بتستخدموا. وعندي هين كمان رشة سكر، حبيت أحط هيك رشة سكر، يعني تقريبا معلقة أو معلقتين حسب الكيلوات اللي عندكم. بكل كيلو تقريبا بتحطوا معلقة أو معلقتين سكر، عشان هيك بيعطيكم يوزن الطعمة. وجربوها إن شاء الله تعجبكم. وخلطها كويس بهاي الطريقة لغاية ما يدوب معايا الملح كويس. شوفوا هين أهم إشي خلطوه كويس. هلا عندي برطمانات بتكون منشفة ونظيفة، أهم إشي تكونوا قزاز. وهاي الطريقة بعبيهم، أهم إشي بتعبوهم كويس. تحبوا تحطوا ليمون، تحطوا اللي بدكم إياه انتم. اللي بيحبش يحط أي إشي ممكن يخليه زي ما هو. وبعدين بعد ما تعبي البرطمان بهاي الطريقة بتصبي عليه المي اللي جهزناها، مي وملح وشوية سكر. وكمان عندي برطمان التاني بعبيه بهاي الطريقة. شوفي كيف بعبيهم عادي. بعد ما خلصتهم رشيت عليهم من فوق رشة ملح خشن، وعملت هيك نقطة زيت زيتون من فوق عشان ما يخرب من فوق. وبتسكريه، بتخلي المية لآخر إشي من فوق. وشوفوا ما شاء الله بعد 2 3 كيف بيطلع بيلمع معاكي. وبضلها فيه، حتى اللي بيحب هيك الزيتون فيه مرارة بضل فيه مرارة، وبيطلع بيلمع ولونه هيك أخضر حلو. وشوفوا ما شاء الله برطمان التاني كمان هيو لونه يعني ضلوا ممكن 2 3 ملح، يعني كتير ضلوا. والفلفل استوى وكل إشي. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم. لا تنسوا لايك والاشتراك، وأهلا فيكم والله معكم. مع السلامة.